اسمعني دقيقة واحدة بس، لأن اللي هقوله دلوقتي هيفسر لك ليه جسمك تعبان حتى لو بتاكل كويس. أكتر عنصر جسمك بيعتمد عليه، أكتر عنصر لو قل بس ربع لتر في اليوم يخلي جسمك متكسر، هو أكتر عنصر الناس ناسياه، اللي هو إيه؟ المية. ليه بنسميها العنصر المنسي؟ لأن جسمك بيصرخ وأنت فاكر ان الصراخ ده من الموبايل وممكن يكون من نقص الميه. بيصرخ وانت فاكر ان من الخمول، وانت فاكر ان الخمول ده من الشغل وهو ممكن يكون من نقص الميه. بيصرخ وانت فاكر ان من العصبيه، وان العصبيه طبيعتك وممكن يكون بسبب جفاف بسيط في جسمك بسبب نقص شرب الميه. الميه بتعمل ايه في جسمك؟ هقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها. مخك 75% منه ميه. اول ما يقل الميه ديت يقل تركيزك ويقع فجاه. دمك نفسه بيتلخبط لما تقل الميه، فحاسس بدوخه بسبب ده طبيعي بسبب نقص الميه. حرق الدهون كمان عندك، مفيش جسم ناشف هيقدر يحرق الدهون بكفاءه عاليه. ليه؟ لان الميه بتساعد الانزيمات اللي بتحرق الدهون. مزاجك كمان بيقع لان نقص الميه بيسبب عندك زياده في افراز هرمونات التوتر. قلبك بيضطر انه يشتغل اكتر بسبب ان الدم بقى تقيل اكتر بسبب الجفاف البسيط اللي بدا يحصل من قله شرب الميه. يعني كوبايه ميه في اليوم او كوبايه ميه في اليوم مش تفصيله صغيره، ده حرفيا ريستارت للجسم. علامات ان جسمك ناشف حتى لو مش عطشان، او جسمك محتاج ميه، عنده نقص ميه حتى لو مش عطشان. صداع خفيف متكرر، ضربات سريعه احيانا، جوع غريب رغم انك واكل. يعني الميه بتساعدك مش ثابت متقلب طول الوقت، شد عضلات من اقل مجهود. واسوأ حاجه ان كل ده بيحصل وكل ده بتحس بيه وانت مش عطشان لسه. الخلاصه، اسمع اللي هقوله ده كويس جدا. قبل ما تفكر في دايت وقبل ما تدور على مكمل، ابدأ بحاجة واحدة: المية. المية مش رفاهية، المية هي الفرق بين جسم شغال وجسم بيستغيث. لو انت فعلا مهتم بصحتك، قوم دلوقتي واشرب كوباية مية وابدأ صحة جديدة مع جسمك. لو انت عايز تعرف كمية المية اللازمة لجسمك كام، قول لي في التعليقات وزنك وانا هقول لك محتاج كمية قد ايه في اليوم. كنتم بصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.